ازيك يا صديقي الجميل الاهلاوي؟ حلقه حلوه، حلقه جميله، كلنا مبسوطين مش عشان كسبنا اول ماتش في كاس العالم للانديه لاننا عملناها قبل كده، لكن مبسوطين عشان الماتش ده ليه ابعاد كتيره جدا بره كره القدم. من شحن من جماهير الاتحاد قبل الماتش، الاستهزاء بالنادي الاهلي وبالفرق المصريه، من الاحساس كده بالفخر والتعالي ان انت عندك بنزيما وكانتي وفابينيو وجايبين يعني كاس العالم عندهم، فايه النادي الاهلي ده هيشيل زيه زي غيره. لكن لما تقف عند النادي الاهلي القصه مش قصه فلوس، عمرها ما كانت بالصرف قصاد مبادئ واسس اتحطت من سنين كتير جدا، من اكتر من 100 سنه، من اول فكره تاسيس النادي الاهلي 1907 وبعديها بسنتين الافتتاح الرسمي 1909. تاريخ كبير جدا بحضاره كبيره جدا كلها اتجمعت في الماتش النهارده. فيلا بينا يا صديقي الاهلاوي العزيز نخش على طول في الحلقه. اول حاجه طبعا حابب اتكلم فيها وهي حاجه اساسيه عند النادي الاهلي اللي دايما معودنا حتى في احلك الظروف بتظهر شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، بتظهر وانت بتتوعد قبل كده من الاتحاد الكوره ان مع ماتشات المنتخب ومفيش لعيبه كتير ومعظم لعيبتك في المنتخب وهتشارك في كاس العالم للانديه، وانت منبه اتحاد الكوره ويوعدك ان انت لا ما تخافش هتلعب بالدوليين، وفجاه هوب يخلف وعده وتروح بقايمه تقريبا من الاحتياطيين وتأدي اداء ولا اروع، بتأدي اداء ولا اروع بالبدله، وبتحقق مركز ثالث في كاس العالم. النادي الاهلي اللي دايما يثبت لك ان انت في كل الاوقات اللي انت فاقد الامل في الفريق وشايف تفكك وشايف كل حاجه بايظه، الحاجات دي كلها قادره ان هي تتلم في ليله. وده اللي اتكلمت عليه في البوست لما سالت وقلت انتوا ايه رايكم او تتوقعوا اداء النادي الاهلي هيبقى عامل ازاي بعيدا عن النتيجه. كان معظم الناس بتتكلم ان القصه يعني ما تسيرش يعني التفاؤل قوي، ودي حقيقه فعلا النادي الاهلي بيأدي اداء ولا اسوأ بقاله فتره كبيره جدا. لكن انا قلت ان في الاوقات دي النادي الاهلي بيظهر، وان البطوله دي هي اللي هترجع النادي الاهلي تاني. فالنادي الاهلي يا جماعه والله العظيم مش كلام يعني كده مرسل، هو فخر البلد ديت، فخر لكل واحد مصري، ويا بخت الاهلاويه بالنادي بتاعهم. طيب مش هتكلم كتير جوه تفاصيل الماتش لان كلنا تقريبا شفنا الماتش بطلوع الروح اللي مش متذاع في اي حته، وكل واحد واخد وصله وحاجه يعني نيله، ولكن من حبنا في النادي الاهلي كلنا اتفرجنا عليه. فهتكلم ببساطه كده عن الماتش، ولكن عايز اطلع من الماتش كده بكام نقطه مهمه جدا، وهنقف وقفات عند شخصيات معينه لازم نتكلم عليها. النادي الاهلي النهارده مش شايل الاتحاد 3-1 مع الرأفة، وبتلعب قصاد فريق مدجج بالنجوم، وكمان بتلعب ضد حكم بيحكم في الدوري السعودي اصلا، ومديهم ضربة جزاء من الهوا. فخلينا نبدأ كده ان الماتش بادئ سخن. اول 10 دقايق طبعا فريق الاتحاد فارض سيطرته وماسك نص الملعب، ويعني بيلعب وسط ارضه ووسط جمهوره. وفعلا في الاوقات دي بيظهر محمد الشناوي اللي بننتقده كتير لما مستواه بيكون واقع، لكن محمد الشناوي بشخصيته الفريده من نوعها. محمد الشناوي يا جدعان حرفيا هو الحارس الاسطوري اللي بعد عصام الحضري. من بعد عصام الحضري مركز حراسه المرمى احنا قعدنا نعاني منه سنين وسنين، وبدلنا بقى احمد عادل عبد المنعم على امير عبد الحميد، وخش بعديه على شريف اكرامي اللي طول معانا، ولكن مفيش حارس تقدر تبدا تقارنه بعصام الحضري كانجازات غير محمد الشناوي، نتيجه شخصيته قبل اي حاجه. محمد الشناوي اللي قدر يلم الدنيا اول كام دقيقه لحد ما النادي الاهلي دخل في اجواء البطوله، وفعلا رجعنا وكهربا يقدر يجيب ضربه جزاء يدخلها علي معلول، وتبدا الدنيا تفتح ونرتاح واحنا كسبانين الاتحاد يا معلم على ارضهم، فنبدا ناخد ثقه. وهنا لازم اتكلم على مستر كولر. النادي الاهلي يا جماعه اللي فرق النهارده هو الحاله التنظيميه اللي بادئه عند اللعيبه من اول الماتش. اللعيبه نازله مركزه، مفيش استهتار. وهرجع النقطه دي لموضوع اتكلمت فيه قبل كده، موضوع الدوافع. احنا كنا اتكلمنا مشاكل النادي الاهلي من فتره، وكان من اهم المشاكل دي الدوافع. اللعيبه ما عندهاش دوافع، ومستر كولر نفسه ما كانش عنده الدوافع دي. واتكلمنا ان محمود الخطيب، الكابتن محمود الخطيب طبعا لازم يتدخل في النقطه دي، وشفنا اجتماعه باللعيبه وبمستر كولر، وفعلا اللعيبه نازله النهارده كل واحد عارف بيعمل ايه. محمد هاني اللي بيطلع نار من بقه في بطولات كاس العالم للانديه. النادي الاهلي النهارده لو تاخد بالك هو واقف على رجله 90 دقيقه، بعد ما كنا بنقول البدني واقع. ما تقنعنيش ان البدني رجع في اسبوع، لكن دي الدوافع. لما بتكون في شحن للدوافع بتظهر على البدني بشكل مؤكد. محتاجين لسه شغل كتير ودي مش احسن حاجه، بس انت بتقارن باللي قبل كده
حاجه ولا اروع، ليله ولا في الاحلام، خصوصا كمان قصاد فريق الاتحاد اللي انت قابلته قبل كده وعمرك ما كسبته، فانت خلصت على فكره العقده. المهم نرجع تاني لعلي معلول ويحط ضربه الجزاء ويبدا يطلع لسانه، ويعني الكيد الجميل بتاع علي معلول اللي عملها قبل كده في ماتش بيراميدز اول مره يحتفل بيها، ولما جم يسالوه ايه يا عم الاحتفال ده وكنا بنقول ان هو بيرازي في حد، قال لك لا والله ده انا بلاغي كريم ابني. جميل علي معلول ده. المهم يعني ان الشوط الاول يتمثل في براعه محمد الشناوي في الجزء الاول من الشوط الاول، وخطفه النادي الاهلي بجون معلول، واستبسال محمد الشناوي اللي يصد ضربه جزاء ولا في الاحلام. يعني انا مش عارف الحكم راح وشافها في الفار، محمد عبد المنعم الحركه اللي بيعملها دي حركه طبيعيه جدا، لان هو لولا ان حجازي بس لمسه في الهواء كان هيقع، فلازم يرفع ايده كده عشان يوازن جسمه، دي مش بمزاجه يعني. المهم ان الحكم يحسب ضربه جزاء بغشامه، ومحمد الشناوي يشيل من مين بقى يا باشا؟ من كريم بنزيما. حاجات بتتكتب في السي في لمحمد الشناوي وللنادي الاهلي هتفضل موجوده طول العمر. احسن لعيب في العالم، بتشيل منه ضربه جزاء وبتحط فريقك في الماتش، وضربه الجزاء توقيتها كان خطر جدا، لو كانوا رجعوا بالتعادل كان ممكن الشوط الثاني يقلب علينا. يخلص الشوط الاول 1-0 ويلا بينا ندخل على الشوط الثاني. والشوط الثاني بقى قبل ما ندخل فيه لازم نتكلم هنا على مستر كولر اللي كان مركز ومحضر كل لعيب في الماتش بطريقه محترمه جدا، وبادئ بكوكا وامام عاشور ومروان عطيه والثلاثه كويره، وبيعرفوا يطلعوا بالكره ويستلموا الكره لانه عارف ان انت هتضربهم في نص ملعبهم ورا خط النص بتاعهم بالظبط. وفعلا كنت بتشوف التقسيمات واما حسين الشحات ينزل وكهربا ينزل، ليله كبيره قوي سعادتك. والجمال بقى في مستر كولر طبعا فريق الاتحاد نازل اكيد هيهاجم لانه مغلوب، ازاي كله يلعب تحت الكرة، وازاي تعمل التحولات عن طريق بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات، وازاي انت كل لعيب قدرت تستفيد منه احسن استفاده. حسين الشحات مهاري، عايز واحد على واحد اديله يا باشا واحد على واحد، يحط لك ار2. حسين الشحات يا جدعان بيشوف كاس العالم بيتجنن زيه كده زي محمد هاني، يركن ار2 بليسنج جون جمالي في ارضهم في وسط جماهيرهم، حاجه كده عظمه. حمدي فتحي يا باشا كان بيخترق امام عاشور يا باشا زيد ويخش، وكهربا يرجع له كره حلوه، حط الثالث الاسوع الاسوع وخلص. وامام عاشور الكيات برده يحتفل، ده المشطشط بقى الحراق، يحتفل نفس احتفال علي معلول عشان الرز يستوي. وهنا لازم اقف شويه عند كهربا. كهربا السبب في ضربه الجزاء الاولى، كهربا اللي عامل اسيست امام عاشور، وغالبا والله كهربا برده هو اللي عامل اسيست حسين الشحات على ما افتكر. يعني كهربا واحد من اهم اللعيبه للنادي الاهلي، وواحد من اهم الاسباب ان احنا في الدوري ما كناش مأديين اول 6 ماتشات باحسن شكل ممكن نتيجه غياب كهربا للايقاف. كهربا بقى من الاعمده الاساسيه للنادي الاهلي، شئت بقى ام ابيت، جبت بقى مودست ما جبتش مودست ده قصه لوحده. بص تاثير كهربا مع النادي الاهلي في عدد الماتشات اللي لعبها هتلاقي عامل ارقام خرافيه. بالمناسبه بقى في نقطه حلوه كده لازم نتكلم فيها، ان انت قدرت تسجل، وصلت للجون وسجلت، بس برضو ضيعت. انت الشوط الاول طالع 3-1 وعرضيه كده من معلول تقريبا بايخه جدا يطلعها الباك كورنر، غير بقى كره كهربا اللي قطعها كده الواد بيرجعها بالغلط، قطعها وحطها بشماله وحشه. يعني انت وصلت وضيعت. والكره بتاعت بيرسي تاو اللي كان انفراد واتحسبت اوفسايد، بس برضه حطيتها وحشه، يعني لو ما كانتش اوفسايد ما كانتش دخلت. اذا انت قدرت توصل بس ضيعت، بس في المقابل قدرت تجيب وتسجل 3 اهداف. او ده بقى اللي بنتكلم عليه، ان انت لما يجي لك 7 8 فرص تجيب منهم 3 اجوان يطلع الماتش حلو كده. اللي فات بقى انت كنت بتوصل برضو 5 و6 و7 فرص وما بتجيبش حاجه، وتطلع تلوم مستر كولر. مستر كولر اللي كنت عايز تشيله الليله، وكنت بتفكر كمان تمشيه من النادي في طرح ما يقبلوش عقل اي واحد عاقل. المهم يعني ان انت عملت ليله حلوه جدا. وخد بالك تغيير كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وموديست لما غيرت الطقم الاخير ده، مستر كولر كان طمعان في الرابع. طاهر محمد طاهر عنده سرعات، وكريم فؤاد عنده جرينتا وحماس وسرعات، ونزلت موديست لان كهربا كان خلاص شطب بنزين. بس عم الشاي بالنعناع قعد 5 دقايق واتطرد. ابوس ايديك ارحمنا وخد كوبايه الشاي معاك والفتله كمان فيها. مش عايزين نتكلم في القصه دي، احنا فرحانين دلوقتي. المهم ان الماتش يخلص 3-1 بعد ما بنزيما كده خطف جون. وضحكني قوي بنزيما هو جايب جون قبل الماتش بدقيقتين وراجع بيقول يلا بينا هنكسب. يا عم تنيل. يخلص الماتش 3-1 عشان ينصف ناس كتيره جدا اهمها مستر كولر، عشان لما كنا بنقول القصه كلها دوافع 90% منها دوافع عند المدرب وعند اللعيبه، تبان اهو دلوقتي. مش ماتش واحد، انت السكواد بتاعك هو على فكره السكواد بقى مرعب دلوقتي. بنكسب الاتحاد بكل اللعيبه اللي فيها دي، يعني حاجه تخش العقل الكلام ده. اتمنى بقى ناخد الماتش ده انطلاقه للي جاي، سواء في البطوله دي نوصل لابعد نقطه ممكنه ونعمل مركز احسن من اللي عملناه قبل كده، وبعد ما نرجع كمان منها ونرجع للبطولات سواء الافريقيه او المحليه
ناخد الجرينتا او الدافع اللي احنا اشتغلنا بيه الفتره اللي فاتت دي ونبني عليه. والله العظيم ثلاثه، النادي الاهلي لما بيبقى عنده دوافع وتنظيم وهدف وطموح مفيش حد بيقف قصاده. لا تقول لي مهاره بقى ولا فلوس، ادي المليارات اهي يا عم، انت كلتها بكام مليون جنيه. عشان ما اطولش عليكم بقى، الواحد اتعشى طعميه حلوه قوي 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 وكبست على نفسه، فربنا يخللنا الطعميه ويديمها نعمه في حياتنا، وهارد لك لاحلى كبسه في الدنيا. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.